اهلا بكم في فيديو جديد. قررت ان اعمل تحدي 30 فيديو في 30 يوم، وده تاني فيديو من التحدي، وهشوف هل هقدر انفذ ال 30 فيديو في 30 يوم ولا لا. الفيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل اخفاء للنوتيفيكيشن بتاعتك لو انت عندك مثلا برنامج زي شيرت. اولا قبل ما نتكلم عن الطريقه، برنامج شير ده نفسه انا عن نفسي مش هستخدمه، لانه ده عامل زي مقبره اعلانات. عندك كل شويه اعلانات طالع، اعلانات نازل، مش عارف تدخل تلاقي اعلانات مش عارف ايه. ففي طريقه انك تبعت بيها الملفات والحاجات احسن بكتير من انك تستخدم شيرت. كمان شيرت بيطلب منك صلاحيات موقع، صلاحيات كاميرا، حاجات كتير انت بغنى عنها انك تستخدمها. في طريقتين او ثلاثه تقدر تبعت بيهم من غير اي برامج خالص، وتقدر تشوفهم من الاي فوق. اول ما هعملهم هيجوا لك اي هنا فوق، تقدر تشوف الطرق دي ازاي تبعت بيهم. وان شاء الله هيكون بكره بعده بالكتير، يعني هننزل الفيديو اللي بعده. فالنهارده هنتكلم ازاي تعمل اخفاء او البرنامج ما يجيبلكش نوتيفيكيشن خالص. طيب انا برنامج شريت نزلته عشان حتى يجيب لي نوتيفيكيشن عشان اعرف استخدمها في الشرح. هنبدا اول حاجه، عندنا 3 طرق ازاي تخفي بيها النوتيفيكيشن خالص. اول طريقه واسهل طريقه انك هتدوس على مثلا عندنا تطبيق شريت انا منزله مخصوص عشان اشرح عليه بس الفيديو ده. فاحنا هندوس عليه مطول كده، هيجي لك شويه حاجات. هنختار اب انفو او معلومات التطبيق لو انت تليفونك بالعربي. هندوس على اب انفو، هندخل على مانج نوتيفيكيشن، ويا دوبك بس هتلغي الاختيار ده كده يا صاحبي. مش هيجيلك اي نوتيفيكيشنز من البرنامج. ونفس الكلام عندنا برنامج مثلا زي الفيس، لو انت مش عايز يجيلك منه نوتيفيكيشنز نفس الكلام مانج نوتيفيكيشن، وهتعمل كده وهيلغي النوتيفيكيشن خالص. دي اول طريقه. تاني طريقه انك تنزل كده سلايد داون وتشوف عندك شويه حاجات نوتيفيكيشن جايه، مثلا برنامج زي المسج ده بتاع التليفون. انا مش عايز برضو حاجات، مش عايز مسجات تجيلي ولا اي حاجه، مش بستخدمه مثلا في حاجات كتير، ازعاج كل شويه. نفس الطريقه كده مطول، هيجي لك شوية اختيارات وهتعمل ايه turn off notification. كده انا مش عايز الغيها طبعا، كده يلغي معاك notifications خالص، مش هيجيلك اي اشعارات. نفس الفكرة ده برنامج الماسنجر، لو عملنا مثلا طولنا كده turn off notification برضه مش هيجيلك اي حاجة. تمام، دي تاني طريقة. اخر طريقة غير الطريقة انك لو انت مثلا تليفونك قديم شوية ممكن ما يدعمش الحاجات ديت اللي انا بقول عليها، او هتدوس على البرنامج مطول كده ممكن برضه ما يدعمش الحاجات دي كلها. فانت هتدخل على الاعدادات، نفتح مع بعض الاعدادات. هننزل نروح على التطبيقات، اب مانجمنت، الاب ليست. عندنا مثلا برنامج انا فودافون، اي برنامج بقى براحتك. هتدخل على مانج نوتيفيكيشن، وانا حتى بص هتلاغيها اصلا بتاعت انا فودافون، لغي النوتيفيكيشن بتاعته. هتدوس هنا تفعل، دوس هنا تلغي النوتيفيكيشنز. لو فعلنا هيظهر عندنا شوية حاجات كتير تحت. فانت في يعني ايه ممكن ما تلغيش نوتيفيكيشن خالص. لو عايز نوتيفيكيشن ما تجيلكش على الهوم سكرين، عايزها ما تجيلكش بصوت مثلا، في اختيارات كتير تقدر تعدل عليها من الحاجات اللي تحت ديت لو انت حابب يعني. فلو انت مثلا عايز تلغي مثلا ما جاش على اللوك سكرين هتدوس هنا، مش عايز اجيلك بره لما تدوس هنا، وهكذا. انت عندك accessibility انك تستخدم تطبيق او تلغي النوتيفيكيشن بتاعته زي ما انت عايز. بس كده فيديو سريع لطيف لو انت حابب يعني تلغي اي نوتيفيكيشنز بتاعت اي برنامج بيجيب لك اشعارات كتير كل شويه، اشعارات اشعارات اشعارات، وانت البرنامج يعني ما بتستخدموش. مثلا في برنامج زي سناب تيوب مثلا، انا بنزل حاجه من على اليوتيوب عليه، بس انا بستخدمه عشان عايز انزل حاجه من على اليوتيوب، فبرضه بيبعت اشعارات. فانت ممكن نفس الطريقه هتدوس عليه مطول، اب انفو مانج نوتيفيكيشن، وهتلغي الاشعارات عشان ما تجيلكش تاني خالص. بس كده. لو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب لايك، وعايزك تدعمنا في الفترة ديت. و peace out.